بص كويس على اللقطه دي. ابن كفر الشيخ. دي مش ضحكه عاديه، ضحكه معناها الرساله كده وصلت. واحنا بنكرم حكم اخطا في حق النادي الاهلي بنقول جمله مستفزه لجمهور النادي الاهلي. الاغرب بقى ان اللي بيسمعها الباشمهندس هاني ابو ريده ضحك وانبسط منها. هنا السؤال بقى مش على الخطا التحكيمي خالص، السؤال عن الرساله. هل بقى اللي حصل ده كله كان عفوي ولا ده كان عادي بالنسبه لهم؟ لان لما المسؤول الكبير اللي بوزن هاني ابو ريده يضحك بعد سماع جمله زي دي يبقى موافق عليها، ومعناه كمان ان المشهد ده ما بيصدموش ولا شايف ان في مشكله اصلا. بس لما موجه الغضب زادت من جمهور النادي الاهلي والصوت بدا يبقى مزعج، نفس المشهد اتقلب. نحول سيد فريد على طول للتحقيق، فجاه حسينا ان في مشكله وبقى في محاسبه. فجاه نفس الكلام اللي اتقال وضحك عليه هاني ابو ريده بقى محتاج تحقيق ووقفه. وهنا بقى تشوف تناقض بعينيك. قبل موجه غضب النادي الاهلي وجمهوره نضحك، بعد موجه الغضب ونشوف تكشيره النادي الاهلي وجمهوره نحوله للتحقيق. يبقى احنا قررنا مش اقتناع ان اللي حصل ده خطأ او الراجل ده اخطأ، القرار ده ناتج عن ضغط الجمهور واحساسنا بحجم الغضب اللي سببته جملة السيد فريد. يعني ببساطة الرسالة كانت عادية ومقصودة لحد ما ظهر قد ايه الرسالة دي مزعجة بالنسبة لجمهور الاهلي. وعلشان كده التحقيق في الحالة دي مش دليل خالص انهم شافوا الغلط، التحقيق ده دليل ان غضبك وصل لهم. بس سؤالي بقى المهم، هل ده حل المشكلة ولا دي الطريقة اللي بنعدي بيها كل أزمة؟ كبش فدا. قبل ما الناس تزعل كنا بنضحك، وبعد ما زعلت الناس هنفتح تحقيق. ما تزعلوش يعني، حقكم علينا.